اهلا بيكم حبايبي ومتابعين الحلوين. عندك ملوخيه وما عندكيش شوربه وعايزه تعملي الملوخيه بتاعه المطاعم اللي على اصولها؟ تعالي بينا النهارده اقولك على سر جمال الملوخيه الخضراء اللي انتوا شايفينها دي. حاجه كده في منتهى الجمال، ومش هتصدقي ان الملوخيه دي مضروبه في الخلاط اصلا، لا مفرومه في الكبه ولا مخروطه بالمخرطه، في الخلاط بمنتهى السهوله. وشايفين مفرزاها في الفريزر وطالعه خضره كده وحاجه كده في منتهى الجمال. معانا بقى معلقه كبيره كده من الثوم، معايا بقى البهارات اللي انا هحطها بدل الشوربه: ملح، فلفل اسود، بهارات سبعه، بهارات فراخ، ومعلقه كبيره كده محترمه من الكزبره الناشفه. في حله سخنه على النار نزلنا بمعلقه الثوم الكبيره كده، بنشوح فيها كده زي ما انتوا شايفين، وهننزل عليها بمعلقه كزبره ناشفه كبيره. ما تستغربيش من الطريقه دي، طريقه جدتي بصراحه تحفه. مش بعمل الملوخيه غير بالطريقه دي، مش بعمل لها الطشه، لا انا بخلي الطشه كده تغلي مع الميه. هتشوفوا دلوقتي بتبقى تحفه. اول ما اخدوا اللون الذهبي كده زي ما انتوا شايفين، نزلت كده عليهم بالميه. طبعا ما بكترش ميه قوي عشان الملوخيه ما تبقاش سايله، ما تبقاش عامله زي قوام الميه كده، لا احنا عايزين الملوخيه تقيله كده علشان نعرف ناكلها بالعيش. هننزل بقى في الوقت ده بالبهارات: ربع معلقه من بهارات الفراخ، ربع معلقه من السبع بهارات، رشه من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الملح. وبنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه وبنسيبه يغلي غلوه كده زي ما انتوا شايفين. واول ما بيغلي بننزل كده بالملوخيه. انا ما بحبش اسيب الملوخيه تفك كده كلها عشان ما تغمقش مني ولا اي حاجه، لا بحب احطها متلجه كده، والحمد لله ما بتسقطش ولا اي حاجه. وشايفين لون الشوربه اللي احنا عملناها لها؟ لونها جميل قوي، كأنك عاملاها بشوربه سمينه كده او شوربه طعمه، بيبقى طعمها احلى من الشوربه بكتير، انها بتبقى متبهره كده وجميله. بفضل ان انا اقلب فيها كده بالمضرب زي ما انتوا شايفين او بالسباتيولا كل شويه كده علشان خاطر ما تسقطش ولا يحصل لها اي حاجه. بتفضل معاكي محتفظه باللون الاخضر الجميل بتاعها كده، وبتبقى في منتهى الجمال. 10 دقايق وبتكون الملوخيه فكه معاكي وبتكون في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. بجد جربي الوصفه هتدعيلي، طعمها بيبقى تحفه قوي. والخلطه دي لما بتغلي مع بعضها الثوم والكزبره والبهارات كده بيبقى ريحتها خطيره، ما بالك بقى الطعم هيبقى عامل ازاي. قدمنا بقى الملوخيه كده اللهم بارك، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي. انا ما بحبش اتقلها قوي لانها برضو لما بتقعد شويه كده بتتقل اكتر. تقدري ان انت تعملي اي نوع ملوخيه بالطريقه دي. الملوخيه الناشفه، الملوخيه اللي هي بتيجي من بره في اكياس، بتبقى تحفه. مش عشان ما عندناش شوربه يبقى مش هنعمل ملوخيه، لا ده احنا هنعمل كمان اجمل ملوخيه. طبعا لو انتوا عايزين الطريقه بتاعه الملوخيه في الخلاط وازاي تطلع معاكي خضره كده ومحتفظه باللون بتاعها حتى بعد ما اتفرزت، اكتبوا لي بس في التعليقات وانا عينيا ليكم. هعملها معاكم بطريقه حلوه قوي وجميله. وزي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك بتفضل محتفظه باللون بتاعها بعد التفريز وكمان بعد الطبيخ كده زي ما انتوا شايفين. يعني حاجة كده في منتهى الجمال. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك،